السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الورد والفل والياسمين على حبيبات الأمارات اللي بيشوفوني من كل مكان. عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده بفضل الرحمن رجع لكم بفيديو جديد. حبيت اشارك معاكم واشتريت السوق بالاسعار النهارده ان شاء الله. يلا نبدأ الفيديو مع بعض، بس حبيبك النبي محمد ما تنسيش تحط اللايك والشير والاشتراك عندي في القناة لو أول مرة بتشوفيني. يلا نسمي بالله ونصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وندخل على مشترياتنا النهارده. بالصلاة على النبي النهارده نزلت السوق بدري جدا، جبت حاجات كده، بصوا اللهم صل على سيدنا محمد، فريش وطازة زي الفل، والأسعار ما شاء الله إلى حد ما كويسة. جبت البتنجان العروس ده، اللهم صل على النبي، شايفين شكله عامل ازاي؟ بيلمع وجميل، اللهم بارك. وهقول لك اخر الفيديو ازاي تعرفي البتنجانيه الحلوه من البتنجانيه المبذره. البتنجان ده سعره عامل كام؟ جايبه الكيلو وربع، اللهم صل على سيدنا محمد، ب10 جنيه، يعني الكيلو ب8 جنيه. بس صابح وجميل بسم الله ما شاء الله. تعالوا بقى نشوف البطاطا. انتوا عارفين وقلت لكم انا مدمنه بطاطا انا وعيالي، يعني طول ما الموسم بتاعها شغال انا كل ما بنزل السوق بجيبها. البطاطا طبعا عشان لسه يعني طالعه جديد، الكيلو عامل 12 جنيه. اللهم بارك، انا كنت جايبه 2 كيلو. اللهم صل على سيدنا محمد. جبت كمان فلفل رومي، والفلفل الرومي تحفه ما شاء الله، اللهم صل على النبي. بصوا جميل وصغير واخضر كده زي الفل، اللهم صل على النبي. الكيلو كان عامل 16 جنيه. انت انزلي بدري وما تشتريش من اول بياع تقفي عليه، يعني بياع واتنين وتلاتة، وتجيبي الاسعار المناسبة اللي تقدري عليها. انا بعمل كده، وفي نفس الوقت بشتري الخضار اللي هو اللهم بارك زي الفل. تعالوا بقى نشوف البتنجان الابيض ده، حبيب قلبي دوت وحبيب ولادي. البتنجان ده احنا بنعشقه، سواء بقى مقلي سواء مسلوق سواء محشي، احنا بنحبه جدا. شايفين بقى انا جايباه صغير كده ما شاء الله، علشان في اليوم ده كنت هعمل محشي مشكل. كيلو البتنجان الابيض عامل 10 جنيه، يعني البتنجان العروس الاسود الكيلو وربع ب10، لكن ده الكيلو ب10 جنيه. سعره كويس برضو الحمد لله الى حد ما، بس يا رب تفضل الحاجه كده موجوده بالاسعار دي. جبت كمان واحده كابوتشا كنت جايباها ب10 جنيه. اللهم صل على النبي. خلصت كده مشتريات السوق، هو الحاجات دي بس اللي كنت محتاجاها في البيت عندي. اللهم صل على سيدنا النبي. وكان عندي بقى الرز، وكان عندي الطماطم، وربنا يزيدنا ويزيدكم، وكان عندي السمنه والزيت، وكان عندي كل حاجتي. دخلت بقى سوبر ماركت كان لسه بيفتح جديد وعامل عروض ما شاء الله تحفه. جبت منه شويه حاجات حلوه قوي قوي واسعار جميله. بصوا جبت ايه، اللهم صل على سيدنا النبي. جبت بديل النوتيلا اللي هي ماكس تيلا، دي اشتريها وانت مغمضه، قسما بالله وانت مغمضه كده اشتريها، تحفه وقوامها حلو قوي. بصوا يا بنات، ماكس تيلا دي انا جبتها ب 130 جنيه، كان عليها عرض زي ما بقول لكم. هي طبعا في بره بتتباع ب 150 في اي مكان تاني يعني، لكن الماركت ده كان لسه بيفتتح جديد يعني، فعمل شويه عروض حلوه. جبت كمان كيلو دقيق الكوثر، كان عامل برضو في العرض 17 جنيه. اللهم صل على النبي. وجبت كمان بيض بلدي وبيض مستورد، اللهم صل على سيدنا النبي. البيضه ما شاء الله عامله 3 جنيه، اللي هو المستورد، لكن البيض البلدي عامل اللهم صل على سيدنا النبي 3 ونص. بصوا كمان جبت لبن حليب، اللهم صل على النبي. انا بقول لكم طبعا انا بجيب اللبن الحليب منين. بجيبه من عند ست كده بتيجي من الفلاحين، اللهم صل على النبي، بتبيع الكيلو ب30 جنيه، لبن بلدي صافي ما شاء الله. جبت 2 كيلو. وجبت كمان موتزاريلا الحمد دي تحفة، اللي عايز برضو يجربها او جرب منتجات كتير للموتزاريلا وما عجبتهوش او ما طلعتش احسن حاجة، جربوا الحمد دي طعمها طبيعي وتحفة جدا ما شاء الله. فلو عايزين تجيبوا جبنة موتزاريلا نظيفة هاتوا الحمد. انا جايبة الكيس ده مش عارفة حوالي 200 جرام، عامل 30 جنيه. اللهم بارك. جبت كمان مشروب اسمه بريك، حلو قوي طعمه تحفة جدا جدا. العلبة دي جملة جبتها ب57 جنيه. وجبت كمان نسكافيه بلاك، العلبة جملة فيها أظرف كتير أنا ما عدتهاش الحقيقة، عاملة 100 جنيه. دي كانت مشترياتنا النهاردة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا يديمها علينا نعمة ويحفظها من الزوال. تعالي بقى يا ست البنات أعرفك البتنجان الحلو من البتنجان المبذر، بس ما تنسيش تحط اللايك علشان أنا بتعب جدا والله العظيم في التصوير. أكيد طبعا الناس اللي بتصور عارفة الكلام ده. ربنا يا رب يكبر بخاطر كل اللي بيكتب لي كلمه طيبه وتترد له اضعاف اضعاف ولو بالمثل. بص بقى لما تروحي تجيبي البتنجان، سواء ابيض سواء بتنجان اسود سواء بتنجان رومي، تمسكي البتنجانيه وتدوسي عليها. لو لقيتيها طريه وفي نفس الوقت ماسكه نفسها خديها وانت مغمضه. لو لقيتيها طريه وبتدوسي عليها وايدك بتدخل كده فيها يعني طريه زياده عن اللزوم، لا اعرفي ان دي مبذره، تجنبيها خالص. تمام كده.
دي نقطة مهمة جدا جدا لو حابين تجيبوا بتنجان. البتنجان سواء الاسود او الابيض او الرومي، تجيبيه زي ما بقولك تدوس عليه كده بصوابعك زي ما انا بعمل كده، لقيتيها طرية تحت ايديكي وصباعك مش بيغرز قوي، دي هاتيها. لقيتيها طرية بس صباعك يعني هي بتحس ان هي مفشفشة كده، لا دي سيبيها. تمام كده. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم، وتكون مشترياتنا البسيطة الخفيفة تكون عجبتكم. واكتبوا لي كده الاسعار عندكم قد ايه، وانتوا منين وبتتفرجوا عليا منين. يعني انا احب جدا اعرف الناس الحلوه اللي بتتفرج عليا وبتكتب لي كلام طيب، اعرف هما منين. ربنا يصلح حالكم وحالنا جميعا يا رب، اللهم امين. ويديم علينا نعمه، ويحفظ مصر امنه مطمئنه الى يوم الدين، اللهم امين يا رب العالمين. بحبكم جدا في الله، دمتم في امان الله. اسيبكم في حفظ الرحمن، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.